السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده الفيديو بتاعنا حلو جدا جدا، وان شاء الله بدأنا دورة فراخ جديدة، والنهارده دورة فراخ جميزة زي ما طلبتوا مني بالظبط. ناس طلبوا مني دورة فراخ ساسو وحصل، وجبت لكم امبارح دوره الفراخ الساسو، والناس طلبت مني دوره بط مسكوفي وحصل برضو، وجبت لكم دوره البط المسكوفي اهي. فدول ودول، وباذن الله الدوره الثالثه بقى النهارده دوره فراخ جميزه تسمين، جميزه بيور او جميزه تسمين، هنشوفها مع بعض كده. لكن قبل ما ندخل على محتوى الفيديو بتاعنا، اضغطوا لي لايكات كتير كده وشجعونا ننزل لكم كل جديد. على فكره البط نزل الصبح والفراخ اخر النهار، فراخ الجميزه اخر النهار، يعني الاثنين في يوم واحد. البط بتاعي اهو، مش الصبح، البط بتاعي كان طالع من البيضه بالظبط الساعه 3 العصر، والفراخ لسه طالعه من البيضه او طلعت بعدها بساعتين، بعد البط بساعتين، يعني ده طلع 3 العصر، الثانيه طلعت حوالي 5 ونص، وجبتها بالليل وقلت لازم اصورها معاكم في نفس اليوم برضو، عشان خاطر نبقى ماشيين مع بعض خطوه بخطوه، وما ينفعش ان انا احطهم او ادخلهم على الحاجه قبل ما انتوا تشوفوهم يعني. فلسه دلوقتي حالا اهو خارجين من البيضه، احنا سيبناهم خرجوا حوالي الساعه 5 كده او 5 ونص، وسيبناهم لما اتحضنوا كده ونشفوا في الحضانه كويس جدا وخرجناهم. دي فراخ رزي والتانيه فراخ جميزه. انا جايبه لكم نوعين من الفراخ مع بعض، وهيتحضنوا مع الساسو عادي جدا ومفيش مشكله خالص. اهو بصوا دي الفراخ الجميزه اهي، ما شاء الله. ايدك كده روح، شيلي ايدك كده. ده جميزه بيور، ده جميزه بيور، مش جميزه للبيض، ده جميزه بيور، والكتكوت بتاعه غالي شويه اليومين دول اهو. بصوا بقى دوره الفراخ دي باذن الله هتيجي على رمضان، باذن الله هتيجي لنا على رمضان حاجه كده، وهم قبل رمضان على 70 يوم ان شاء الله هنخرج منهم، وممكن تخرجي منهم فراخ شمرت يعني كيلو وربع، كيلو 300، كيلو ونص، حلو جدا جدا. هو الكتكوت سعره يمكن ده الكتكوت الوحيد اللي رافع الايام دي. ليه؟ لانه سعره غالي. تنفيذ الرز النهارده والجميزه من المزرعه بيطلع 63 جنيه الكيلو، فغالي جدا، رافع جدا، عشان كده الكتكوت بتاعه غالي. وكمان هيتخلط له، يعني مش هياكل علف خالص، يعني مش هياكل علف ساده، فهو كده كده هيتخلص له باذن الله. رافع غير الابيض، لان الابيض يعتبر ارخص سعر في اللحم، وكمان بياكل علف خالص لحد الدوره. فالناس تركيزها كله على الفراخ الرزي والساسو دي، الرزي والجميزه. الساسو كمان مش عليه طلب قد كده، يعني الساسو كمان ارخص منهم بكتير. بصوا ما شاء الله، بصوا بقى حجم الكتكوت حاجه كده ورد اهو، هو لسه خارج اصلا، يا دوبك لسه ناشف، يعني يا دوبك لسه ناشف، مش خارج من زمان. يعني هو المفروض اصلا ده هنبيع منه بكره الصبح مش النهارده، فعشان كده انا جبتهم النهارده كده في ساعتها، وقلت ايه بقى، مش هفضلهم الصبح، فنجيبهم من بالليل كده وهم لسه خارجين. لكن احنا اصلا هيتحط في الحضانه او في حضانه المعمل لحد بكره باذن الله. هاتي رأي الكرتونه اللي عندك كده. فضينا الفراخ الرز، وادي الجميزه اهي ما شاء الله اهي، حاجه كده زي الورد. بصوا محتاره اقفلكم الفلاش بتاع التليفون ولا مش هتشوفوا من غيره ولا ايه يعني. فبصوا اهو، ده جميزه بيور، ده جميزه بيور. انا جايبه او منقيه اغلبه يعني ديوك. انا عايزه اغلبه ديوك. ليه؟ عشان زي ما قلت لكم ده هيتباع شمورت، فما شاء الله يعني. بصوا لقيت حوالي 2 تقريبا، اللي هو الاصلع ده او برقبه ده، فجبت الاثنين تقريبا، مش عارفه جبت الاثنين ولا جبت واحد. ما شاء الله. هروح خدت ده واحد تقريبا، ولا هو واحد بس الاصلع تقريبا. فما شاء الله. بصوا بقى، هينفع الناس هتقول لي هينفع تحضري دول مع بعض؟ كل ده يتحضر مع بعض، مفيش مشكله منه خالص. الرز تحضريه مع الساسو مع الجميزه، الثلاثه يتحضروا مع بعض عادي جدا جدا. ومش هيتحضروا بس، ده هيفضلوا مع بعض لحد ما يكبروا كمان. ليه؟ لانهم يعتبر كلهم شكل واحد او كلهم شبه واحد، فما فيش مشكله منهم ان هم يتحضروا مع بعض. بصوا بقى انا حاطه ايه، انا حاطه كوليفيت اهو، حاطه الكوليفيت في الميه. فين الكوليفيت اللي انا حاطه اهو يا جماعه يا حبايبي؟ انا حاطه الكوليفيت اهو،
حاطه كلوفيت ده 100 مجمع اهو، حاطاه اصلا، فانا مش هحط لهم ميه بسكر. هيشربوا من كلوفيت على طول، هيشربوا مع دول. والبط بتاعنا قاعد اهو بيبص لهم من البلكونه، فقاعد يعني بعيد عنهم بيبص لهم من البلكونه بس. بصوا بقى عشان بيدخلوا له من الخرم، بصوا الكتكوت بيدخل من الخرم ازاي. فانا هجيب حاجه زي كده كده رقم، وهقفل ثواني بس، وهقفل الاخرام دي عشان ايه؟ عشان ما فيش حاجه يا حبايب قلبي. بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله الكتاكيت نشيطه جدا. وليه ايه سبب نشاطها كده؟ اول حاجه نوع الكتكوت نظيف جدا جدا ما شاء الله. تاني حاجه انا اصلا محضره المكان ومجهزاه، يعني اللمبه شغاله من قبلها، او اللمبه شغاله من قبلها اصلا على اساسه، فمدفيه المكان جدا. فما شاء الله زي ما انتم شايفين كده الفراخ بدات تتحرك وتاكل وتشرب وتنكش في الارض ما شاء الله اللهم بارك. يعني المكان طبعا لو مش دافي قبلها هتلاقي الكتاكيت بتاعتك اتلمت في جنب وبقى سنتها بيضه، يعني اتلمت في جنب ونامت فوق بعضها وحالتها بقت حاله. لكن دول ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده اهم بداوا يتحركوا. حتى الساسو كان سعان لوحده كده عشان كان في القفص وخرجته، فمن ساعه ما خرجته من القفص الصبح عشان نحط الكتاكيت نحط البط فهو سعان عشان المكان واسع عليه. انما كده المكان هيبقى ملموم، والفراخ دي هتدفيهم وهيدفوا بعض وهيبداوا يتنشطوا كلهم زي ما انتم شايفين ما شاء الله اتنشطوا. انا هربي الشويه دول مع بعض كده باذن الله لحد البيع ان شاء الله. هندي التحصينات زي ما قلت لكم كوليفيت لمده 3 ايام، سقوه 8 ساعات و8 ساعات رافع مناعه، وال8 ساعات التانيين هنزلهم اريثروميسين. تمام. حبيت بس اصور لكم الدوره بتاعتي كده واوريكم عشان الناس اللي حابه تبدا معايا. اول حاجه الكتكوت ده بيشيل متوسط وزن 2 كيلو وربع على 70 يوم باذن الله. وفي طبعا اوزان بتعلى اكتر من كده هنوزنهم مع بعض اول باول. لحمته بتبقى مسكره جدا جدا وبتباع سعر البلد المشعر والبلد الحر نفس السعر، لكن ده بيشيل وزن. لكن البلد الحر والبلد المشعر على 70 يوم ما بيشيلش وزن، يعني كبير الديك قوي يبقى كيلو ونص، لكن دول باذن الله هيعدوا ل 2 كيلو ونص ان شاء الله معانا. يعني كمان هنخلط لهم وهنأكل لهم حاجات موفره جدا جدا. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو والناس اللي هتبدا معايا وتجيب معايا دوره الفراخ الجميزه مع بعض اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله انزل لكم اول باول. لو محتاجين انزل لكم كل يوم فان شاء الله انزل لكم كل يوم عليهم. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو غطوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.